اذا عندك مشكله مع الطعام يجيك يابس ويجيك معجن وما يجيكش بنين، غير شوفي الفيديو، هذا الفيديو خاص لك بطريقه جد سهله ومبسطه، وفي نفس الوقت راح تختصري على روحك الوقت، وراح تكون طريقه مضمونه 100%، وفي نفس الوقت راح تعتمديها مدى الحياه. يعني هذه الطريقه راح تعتمديها وما راحش تبدليها نهائيا. اذا ما راكش مشتركه في القناه اشتركي فيها باش يوصلوك دائما الاشعارات تاع القناه، وفي وصفات جداد، وصفات اقتصاديين وفي متناول الجميع. وما تنسيش اختي الكريمه ديري لي جيم للفيديو هكا باش يوصل لاكبر عدد من المشاهدين، ونتمنى ان شاء الله يعني تجربوها وتنال اعجابكم. بقاو معايا باش تشوفوا طريقه تحضير هذا المسفوف، خاصه هذا المسفوف رانا على ابواب رمضان، درت لكم باش الاخوات اللي طعام يجيها يابس تجربوا وترجع لي بالخبر. نبداو على بركه الله. طريقه التحضير بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اخواتي الكريمات ان شاء الله راكم كامل بخير وعلى خير. في هذا الفيديو تاع نهار اليوم كما راكم تشوفوا عندي نوعيه تاع الطعام تكون متوسط. طعام عندي المتوسط، النوعيه نوعيه ماما او الماركه تاعو اللي هي ماما، اللي هي العلبه الحمراء. هذه هي راح نجيب هنايا هذا العبر كما راكم تشوفوا، يعني كامل عندكم هذا البول. هذا راح ندير له 2 كيسان تاع الماء كما راكم تشوفوا. هنا راح نغسلو بطبيعه الحال، ما راحش نفخو في الماء، يعني راح فقط نغسلو وراح نصفي منه كامل هذاك الماء. وراح اذا لقينا اي شوائب ولا اي حاجه في هذا الطعام تاعنا يعني راح تروح كامل مع هذاك الماء. راح نصفيه ونرجع لكم باذن الله. هنا بعد ما الطعام تاعي كما قلت لكم صفيته وغطيته بالطرشونه وخليته يشرب مليح، يعني خليته يريح يعني. هنا عندي الجبانه كما راكم تشوفوا، ديروها في الكوكوط. راح ندير لها شويه تاع الملح، راح ندير لها 2 ملاعق كبار تاع الزيت. بطبيعه الحال اي نوع اي كميه عندكم تاع الجبانه، يعني لازم الماء ما تكثرولهاش، يعني الماء مجرد ما انها تتغطى تحبسوا، يعني ما تكثرولهاش الماء. راح نغطي الكوكوط تاعي. صدقوني هذه هذه الطريقه بزاف تجي بنينه وتخلي الطعام تاعنا يجي هايل، او المسفوف تاعنا يجي هايل. راح نغلق عليها ونديرها طيب على نار من ملي تبدا الكيكوطه تصفر. راح نقص عليها على نار هاديه ونخليها. طبيعه الحال راح تعسوها باش الجبانه هكا ما تخسرناش. هنا بعد ما ريح ذاك الطعام كما راكم تشوفوا راح نحاول نحلو كامل هذوك الكويرات بالزيت. طبيعه الحال نعاونوا روحنا بالزيت. راح ندير له شويه تاع الزيت ونحل كامل هذوك الكويرات. طبيعه الحال كما قلت لكم الطعام يعني ما تخلوش في ذاك الماء، يعني مباشره ذاك الماء بعد ما تغسلوه مباشره تصفوه كامل وتغطوه بطشونه وتخلوه حتى يشرب هذيك الكميه الباقيه تاع الماء اللي تكون فيه. راح نبدا نحل كامل هذوك الكويرات هكا كيما راكم تشوفوا بالزيت بطبيعه الحال هكا باش كل حبه تاع الطعام تتغلف بالزيت، وفي نفس الوقت من تحطوه في الفرن ما راحش يتعجن. هنا بطبيعه الحال القدره تاعي راهي تغلي، راني حاطه فيها الماء الكميه المناسبه وراني مخليتها تغلي يعني على نار تكون قويه شويه. وراح ندير هنايا الطعام تاعي كامل في الكسكاس وراح يعني نديرو ايفور. طبيعه الحال الطعام كيما نعرفوا لازم تخلوه يطيب مليح، يعني لازم تخلوه يفور لكم مليح، يعني ماشي تخلوه مثلا 5 دقائق ولا 10 دقائق يعني بعد ما يفور تروحوا تنحوه مباشره، يعني حتى ولو طلعت التفويره خرجت من هذاك الطعام يعني خلوه يزيد شويه باش يفور لكم مليح. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما فار راح نحطه هنايا في هذا الطبسي، يعني طبيعه الحال طبسي ولا بسينه ولا اي حاجه عندك تكون واسعه هكا باش تاخذي راحتك في الخدمه. هنا راح نبدا بواسطه ملعقه راح نحل يعني راح نبدا نقلب فيه وراح ندير له شويه تاع الملح نملحه بطبيعه الحال. وراح نزيد الكميه تاع الماء، نبقى نرش فيه الكميه تاع الماء، نبقى نرش فيه كل ما يشرب راح نزيد له، كل ما يشرب راح نزيد. من نحسوا باللي الطعام تاعنا خدا الكميه الكافيه تاع الماء راح نوقفه ونخلوه يزيد يريح شويه، نغطوه بطرشونه ونخلوه يزيد يريح. هنا نبقى نرش له. هنا هذا الكاس كما راكم تشوفوا مكاش اللي ما عندوش، يعني معظمكم عنده هذا الكاس او هذا العبر بالذات، يعني راح درته كامل تقريبا، خليته الربع تاعو، يعني خليته الربع تاعو ما درتوش لانه كان كافي، لانه كميه تاع الطعام كما راكم تشوفوا عندي كميه قليله. نبقى نخلط هنايا بهذه الطريقه. انا خليت لكم كامل الخطوات بطبيعه الحال للاخوات او للبنات اللي مقبلات على الزواج، او كاين بنات اللي ما يعرفوش يديروا طعام، يعني هذا هما يعني باش على هذا راني ندير لكم هذه الخطوات لهذا النوعيه من الناس. نبقى هنايا بعد ما غطيته وخليته يشرب مليح راه شرب ما شاء الله كما راكم تشوفوا، يعني من اول تفويره راه يردح وحده، يعني ما شاء الله ناجح 100%، والحبه تاع الطعام راهم باينين فيه يعني ما شاء الله. هنا في هذه المرحله نقدروا نديروا الزيت، راح ندير كميه تاع الزيت وراح نغلفوه كامل بالزيت.
بالزيت، يعني ما نخليه ولا حبه، يعني نغلفوه مليح مليح بالزيت وراح نرجعو نديروه يفور. بطبيعه الحال انا ما طفيتش النار، خليت القدره تاعي تغلي وزدت لها شويه تاع الماء وخليتها تغلي هكا باش ما يبردلناش الماء وما نبقاوش يعني نضيعوا الوقت. هنا راح نديرو الطعام تاعي في الكسكاس وراح نديرو يزيد يفور مليح، يعني كما قلت لكم تخلوه يفور مليح، يعني ماشي مجرد ما انه التفويره تخرج من الطعام يعني تطفوا عليه وتنحوه، لا خلوه يزيد يفور مليح هكا باش يطيب لكم الطعام مليح. كما نعرفوا هذا راه سميد ولازم يطيب. بهذه الطريقه راح ندير كامل الكميه تاعي وندخلها للفرن تطيب، عفوا نديرو الفور. هنا في هذه المرحله طابت الجبانه تاعي، راح نصفيها بالمصفاة كما راكم تشوفوا بالصفايه. طابت زبده ما شاء الله. كما قلت لكم دائما تعسوا الجبانه تاعكم، يعني ما تخلوهاش تطيب حتى تخسر، يعني تخلوها يعني شاده روحها. راح نصفيها في هذا الطبسي ونخليها على جهه، بطبيعه الحال تغطوها باي غطاء باش تبقى سخونه وما تبرد لكمش. هنا راح نزيد ندير راح نجيب الطعام تاعي بعد ما فورته مليح مليح كما راكم تشوفوا هنايا راه ما شاء الله راه سخون. هذه المرحله هنايا هذه التفويره الثانيه والاخيره راح ندير له نبردو بطبيعه الحال قبل ما تزيدوا دهان ولا تزيدوا زبده، يعني تحاولوا تبردوه واحد شويه وباش تزيدوا هذيك الطيف تاع الزبده. هنا نبقى نخلط هكا ونحاول ندخل ديك الزبده في كامل الكميه تاع الكسكس تاعي ولا طعام ولا المسفوف بهذه الطريقه حتى وين كامل هذيك الكميه تاع الزبده تذوب. نحاول نذوبها هكا شويه بيدي، وهذا هو الطعام تاعنا يكون واجد. في هذه المرحله راح نزيد ندير هنايا نديروا الجلبانه. تقدروا الجلبانه حتى تفوروها مع الطعام ولكن هذه الطريقه يعني بزاف تجي بنينه وتجي يعني مختصره للوقت. هنا كذا فورتوا الجلبانه راح تديكم شويه الوقت. ليسونسيال هنا راح نخلط كامل هذوك المكونات الزبده باش تدخل في ديك الجلبانه ويدخل في ذاك الطعام، وفي نفس الوقت راح يبرد لي واحد شويه. بهذه الطريقه نبقى نخلط. شوفوا ما شاء الله يعني جا ما شاء الله جا بزاف هايل. بطبيعه الحال نتمنى من الاخوات يحترموا الاراء ويحترموا الطريقه، يعني كل واحد والطريقه تاعو في الطبخ، كل واحد والطريقه تاعو في الاكل، يعني يعني من الاحسن نحترموا الاراء تاعنا، نحترموا الاذواق تاعنا، لانه الطبخ راه فن وفن وذوق، يعني كل واحد والذوق تاعو. كاين اللي ما يبغيش التوابل بزاف، كاين اللي ما يبغيش الدهن بزاف، كاين اللي ما يبغيش الزيت بزاف، كاين اللي ما يبغيش، يعني لازم نحترموا بعضنا وفي نفس الوقت ما راناش صغار يعني رانا كبار. وفي حاجه ثانيه يعني احنا كما راكم تشوفوا كما قلت لكم يعني الطياب راه فن، راه فن وتذوق، يعني كل واحد يدير الحاجه اللي تساعده هو صحيا. هذه هي. نتمنى ان شاء الله يكون الفيديو اعجابكم، ونتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا حتى ولو القليل. وهذا هو الوصفه تاعنا كما راكم تشوفوا المسفوف بالجلبانه راه واجد. نتمنى ان شاء الله تجربوه ورمضان يدخل علينا وعليكم بالصحه ولنا ان شاء الله. كما نقولوا المسفوف معناتها كاين اللبن. هذه هي. نتمنى اخواتي ما تبخلوش عليا بالاشتراك وجمل الفيديو هكا باش يوصل اكبر عدد من المشاهدين. طبعا الحال الطعام راه قدامكم والفيديو راه قدامكم، ما خبيت عليكم حتى معلومه صغيره كيما نعرف كيما وريت لكم. ونتمنى ان شاء الله يعني تستافدوا من هذا الفيديو تاع نهار اليوم. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.